قلعة الكرك. قلعة الكرك هي إحدى أكبر وأهم قلاع الأردن. تبلغ مساحتها 25,300 متر مربع، وترتفع عن سطح البحر قرابة 1000 متر. يعود تاريخ إنشائها إلى عصر المؤابيين نحو عام 860 قبل الميلاد، وقد استخدمها الأنباط بدليل وجود تماثيل نبطية منقوشة حتى الآن. كانت تسمى قديماً بكير مؤاب، وكانت من أهم مدن مملكة مؤاب سواء قبل أو بعد حكم الملك ميشع المؤابي. وظلت في العصر البيزنطي قلعة حصينة، حيث أشارت إليها خريطة مادب الفسيفسائية بين مجموعة قلاع هذه المنطقة. وفي الفتوحات الإسلامية هاجمتها جيوش المسلمين بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، فاستسلمت له. واهتم المسلمون بقلعة الكرك، وعملوا على تقويتها والإضافة إليها بالزيادة والبنيان. وفي سنة 537 هجرية 1142 ميلادية استولى الصليبيون على حصن الكرك، وقاموا بتشييد وتعزيز هذا الحصن لحماية وتأمين الطريق بين دمشق ومصر أثناء الحروب الصليبية. لعبت قلعة الكرك دوراً مهماً في العصر الصليبي، إذ كثيراً ما تعرضت حاميتها للقوافل التجارية وقوافل الحجاج المتوجهة إلى مكة في الجنوب، وأغارت على الموانئ العربية على سواحل البحر الأحمر. كانت هذه الهجمات المتكررة سبباً من الأسباب التي دفعت صلاح الدين الأيوبي إلى جمع جيوشه والسير نحو الشام لقتال الصليبيين. وضرب صلاح الدين الأيوبي حصاراً شديداً على القلعة لفترة من الزمن، ثم تمكن من انتزاعها في أعقاب معركة حطين، ثم انتقل حكم القلعة لاحقاً إلى المماليك ثم العثمانيين. رممها الظاهر بيبرس بعد أن وقعت في يده سنة 1263 ميلادية. كما شهدت قلعة الكرك عمليات إعدام واسعة للمواطنين الثائرين على السلطة العثمانية في عام 1910. وتزخر قلعة الكرك بالتاريخ والفتوحات، وقد توالت عليها حضارات جعلت منها مركزاً سياحياً يعبق برائحة التاريخ.